الجزائر التي تحرقون ستخرج من الرماد أكثر قوة. الجزائر أكثر من قرن وهي تحترق، ولكنها خرجت في 1962 من رمادها أكثر قوة. الجزائر أحرقوها في التسعينات 10 سنوات، ولكنها انبعثت من الرماد مرة أخرى. وها أنتم يا أعداء الأمس واليوم تحرقونها من جديد، ولكن الجزائر هي طائر العنقاء، وستنبعث من رمادها من جديد بأكثر قوة. ستقتلون منا العشرات، سنتوالد بالمئات، سنكون غصة لكم في الحلق، وستكون الجزائر الصخرة الصماء التي ستنكسر عليها مشاريعكم. النار التي أضرمتموها اليوم في الجزائر لن تزيد الشعب إلا قوة، ولن تزيد جيشنا إلا إصرارا على حماية البلاد. ناركم الحامية أول أمس نزلت بردا وسلاما على قلب الشعب. ناركم أحرقت